يا صباح الخير، يا صباح النشاط كله، يا صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم معطر بذكر الرحمن. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير، وحشتوني بجد والله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. تعالوا بقى نشوف الفيديو القمر ده، نصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الأول. وكمان نحط حتة اللايك الصغنطوط لأن الفيديو جامد بصراحة. وكمان حتة اشتراك جميل من ايديكم اللي زي السكر. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا معانا كده فرخية حلوة مقلوظة. مسكتها غسلتها كويس وشرحتها. جبنا بقى حبيتين بصل، وجبنا معاهم 4 فصوص توم، وجبنا قرنين فلفل كده. وجبنا بقى معلقة كركم، وجبنا كمان ما شاء الله مكعب مرقة. وجبنا شوية قرفة، شوية جنزبيل، شوية ملح. وكمان نص معلقة سكر. وكمان عليهم معلقة عسل نحل. ضربنا كده اتكهربت الحمد لله. ضربنا الجمال ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين، وخليكم مركزين ان انا بعد ما ضربت الجمال ده كله رحت عصر عليها ليمونتين 3 كده. طبعا ما ضربتش الليمون علشان خاطر القشر بتاع الليمون ما يمررش معايا. ومسكت بقى عصرت ورحت شايله قشر الليمون رميته. ومسكت الفراخ بتاعتي ما شاء الله كده تبارك الرحمن. زي ما قلت لكم شرحتها كده اهو. وببتدي ان انا ادخل التتبيله جوه. بصوا هو ايه الصباح ده؟ يعني جوه كل حتة من الفراخ. تبلنا فراخنا اللي زي القمر واللي زي الفل وركنتها على جنب. وطبعا اول ما بنصحى من النوم بنعمل ايه؟ بنروح على غسالتنا في الجو بتاع الشتاء والبرد ده. لازم ما يبقاش عندنا اي غسيل، وما تحوشيش اي غسيل علشان خاطر إحنا مش ضامنين الجو. النهارده بيبقى برد، بكرة شوية بيبقى شتا. فالدنيا بتبقى ملخبطة، الشمس بتبقى طالعة وبتبقى زي الفل زي ما أنتم شايفين. وفي لحظة وأنا في الجُرن بابُص لقيت الدنيا بتمطَّر عليَّ. فالمهم صلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وخدوا منّي شوية طاقة وحماس كده وشوية نشاط. كنت متنشّطة في اليوم ده مش عايزة أحكي لكم. باحب أطبّق الهدوم كده على السور، ما باحبش آخُدها في السلة بتاعة الهدوم. علشان خاطر يعني أنا باحب يعني أطبّق الهدوم على السور وأجري جري على الدولاب أرصّها. أنا منظّمة جدًا، جدًا، وباحب كل حاجة كده تبقى حواليّا زي الفل كده ونضيفة وزي القمر. بالِم وبانشر على طول. ربنا يدّينا الصحة أحسن من أي حاجة في الدنيا. صلّوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حطّوا لايك للجمال ده كلّه. وكمان حتّة اشتراك لو أول مرّة تشوفوا القناة. آسفة جدًا إني ما كنتش بارُد على كومنتاتكم الفترة اللي فاتت. بجد فترة صعبة جدًا، جدًا، جدًا. من أوحش يعني فترات حياتي. بس الحمد لله. دايمًا يعني لمّا ربنا كده بيبتلينا بشيء بنفضل نسبّح ربنا. وبنفضل نصلّي على النبي، وبنفضل نستغفر ربنا. ونصلّي على النبي كتير، كتير علشان خاطر ربنا يفك الكرب. طب هنعمل إيه بقى؟ الحمد لله بنسلّم أمرنا لله، بس بنقرّب لربنا شويتين 3 كده. ونحاول إن إحنا ما نبعدش عنه في الفترة دي. أو في أي فترة سواء مبسوطين أو مش مبسوطين، حاولي إن أنتِ ما تبعديش عن ربنا علشان هو كمان ما يبعدش عنِّك. باوريكم الصابون القمر اللي إحنا عاملينه مع بعض الفيديو اللي فات. ما كنتش صوّرته ليكم. المهم هنا إن هو كان خلاص بقى كان تماسك كده بعد يوم، ورُحت مقطّعاه كده زي ما أنتم شايفين، زي القمر وبيرغّي. وجميل جدًا، جدًا، عايزاكم تجرّبوه بنفس الطريقة اللي أنا باعملها. ما شاء الله. المهم إن أنا لمّيت هدومي رصيتها في الدولاب وخلّصت وتبّلت فراخي وحطيت الدور كمان في الغسالة. وباشطّب الحوض بقى، أنا باشطّب الحوض علشان خاطر أنا هاروح فين؟ هانزل أروح على الجُرن. فأنا بانزل باروح الجُرن بتاعي. ما شاء الله كده يا ربي يحسن ما بين إيدينا. ب بابقى عايزة إيه، إن أنا أخلّص كل حاجة في الشقة عندي. أو في المطبخ عمومًا. علشان خاطر ما اسيبش الدنيا إيه ملخبطة. المهم إن أنا هنا جِبت معايا حبّايتين أو 3 حبّايات بطاطس. قطّعتهم كده شرايح زي ما أنتم شايفين. جِبت معايا 4 حبّايات طماطم، عليهم قرن فلفل. وعليهم بصلتين أو بصلاية عشان البصل غالي جدًا، جدًا، وعليهم فصّين توم. وكمان بقى حطيت شوية ملح وشوية إيه، وشوية كمون وشوية فلفل أسود، ما كترتش في البهارات علشان طبعًا إحنا مبهرين الفراخ بتاعتنا. جبت الصينية دهنتها مادة دهنية. وحطيت البطاطس بتاعتي رصيت الفراخ. ورُحت نازلة بقى إيه بنُص العصير بتاع الطماطم أو
بنص الذرة ده كده زي ما انتم شايفين، 4 حبايات طماطم بس، ما شاء الله. عايزة أقول لِك إن معلقة الكركم بتفرق جدًا، جدًا في في التتبيلة بتاعة الفراخ دي، اعتمديها كده في أي تتبيلة للفراخ وإن شاء الله هتعجبِك وهتبقى زي الفل وزي القمر. حطيت عليهم بقى رشة زيت زيتون، وخدت صينيتي وخدت الرز بتاعي وخدت حللي ولميت حاجتي، ورُحت نازلة رايحة على الجرن زي ما أنتم شايفين كده، ما شاء الله. قُلت بقى إيه أأكّل الفراخ وأأكّل البط وأأكّل المعزات وأأكّل كل حاجة هناك، ونزّلت عدّيتين قش كده من فوق، هنا ملوكة. استمتعوا يا جماعة بجمال الصوت بتاع الفراخ والمعيز، كده يا رب توسّع علينا وعلى الناس كلّها. حبّيت إن أنا أعمل لكم فيديو حلو النهارده، نِفْسي كده أبُص ألاقي الفيديو جاب مشاهدات حلوة، أتمنى من ربنا. بافضل أدعي ربنا كتير، باقول له: "يا ربي يعني أنا باشتغل وشغلي حلو الحمد لله، وما باقصّرش في شغلي." عمري ما خرجت وعملت أي فيديو إلا لمّا حسيت إن أنا باعمل فيديو بجد، بيبقى غسيل وطبخ، وزي ما أنتم شايفين فيديو كلّه طاقة، فيديو كلّه نشاط. نِفْسي فيديو من دول ربنا يكرمني فيه كده. أنا باتعب والله العظيم 3 أولاد على ما باعمل لكم فيديو زي ده. الحمد لله هو ده يومي الطبيعي، أنا ما باعملش حاجة زيادة أو باعمل أي حاجة ده بل بالعكس في أكتر كمان، في شغل أكتر من كده أنا باعمله، والحمد لله ربنا يدّي لنا الصحة. بس نِفْسي ربنا يكرمني، عايزاكم تقفوا جنبي زي ما أنا باقف جنبكم، ونكبّر قنوات بعض كده ربنا يكرمنا جميعًا. صلّوا على النبي واستغفروا ربنا كتير. هنا بقى رُحت ولّعت الفرن البلدي وعُنت باولّع الفرن لوحدي، ما شاء الله. كانت حماتي بُصّوا كنت لازم كل أمّا أروح أعمل حاجة في الفرن أفضل أقول لها: "والنبي يا ماما تعالي علشان خاطر تولّعي لي الفرن." المهم قُلت إيه، فالمهم خدت منها الخبرة كده. المهم إن أنا المفروض وأنا حطيت صينية الفراخ دي أغطّيها بغطا علشان العفر ما يجيش عليها، تمام، تمام. بتولّعي الفرن بقى من تحت بتقدحيه وتفضلي تحطّي فيه هَش كتير، 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 وبعدين بعد ما بتقدح كده بتروحي حاطّة الحاجة أو شاوية السمك أو حاطّة صينية الفراخ اللي إحنا عملناها، وهنا بقى فضلت أولّع من فوق ومن تحت كده شامين لحد ما ريحة الفرن. الفراخ وريحة الشتا، شكلك كده الجو هيشتي علينا حتة شتوية. بص أنا عايزة أعمل لكم يوم حلو والله. نولع الكانون ده دلوقتي علشان خاطر نعمل إيه؟ شوية الرز. كل شوية أقول لكم شايفين الصابون، شايفين الصابون؟ عملت الملك صابون سايل ما عجبهاش، قالت لي يا ماما اعملي لي صابون من ده أهو. بصوا رغوته عاملة إزاي ولاد. حاجة كده من ريحة زمان، الريحة الحلوة من أيام الزمن الجميل. تعالي بصوا عصير المعين بقى، يوم قمر يوم عسل. حطوا ليا باكيت اشتراك علشان خاطري، عشان خاطر العيله بتاعتنا تكبر يا ولاد. ربنا يكرمكم كده يا رب ويسعدكم. يا رب تسعد قلوبكم زي ما بتسعدوا قلبي بالكلام الحلو الطيب. زي ما قلت لكم ان انا حبيت اعمل لكم فيديو طحن، فيديو لذيذ جدا جدا، عايزاكم ما تفوتوش فتفوتة منه وتتفرجوا عليه كامل. عملنا الفراخ وجيت بقى قلت اعمل ايه، اعمل كانون علشان خاطر نعمل شوية الرز. نولع فعمل كانون، الكانون مش راضي يولع. المهم بصوا جوزي كان نايم بقى في اليوم ده، قلت له والنبي يا ابني تعالى انقذني من الموقف اللي انا فيه. ولع لي الكانون، ولعوا ليا، وعملنا شويه رز بشعريه قمر كده وزي الفل زي ما انتوا شفتوا. خلصت الاكل بتاعي وكمان ما شاء الله تبارك الرحمن، قلت بقى اكل طيوري واكل حاجتي علشان خاطر بقى اقفل الجرن بتاعي واروح الم ولادي كده في البيت هناك. و عسل 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 عسل.
حلاوة الرز اللي على الكانون يا ولاد، يا حلاوته، يا حلاوة الفراخ اللي في الفرن البلدي، يا خرابي يا خرابي، دايبة دوب دوب. فيديو قمر. خضرة أرضنا زي اللي كانت بتقول خضرة حبنا. شايفين؟ هاخدكم جولة واحنا رايحين ايه؟ ان شاء الله نجيب شوية خضرة من الأرض. شايفين الرز والله العظيم؟ شوية رز عجب عجب، والله البطاطس عجب. فيديو قمر 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 قمر. احنا ميتين من الجوع. مستأذنكم بقى نروح ناكل، وحشتوني، وكملوا الفيديو للآخر.